أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تيفي في برنامجكم الأسبوعي حديث الساعة. حديث الساعة لهذا الأسبوع يستضيف الأمينة العامة لحزب الاشتراك الموحد الأستاذة نبيلة منيب لمناقشة أهم القضايا السياسية والوطنية والدولية وأهم مستجدات الساحة السياسية. أستاذة نبيلة، مرحبا بك في بلاطو حديث الساعة على قناة شوف تيفي. شكرا على الاستضافة في هذا البرنامج. شكرا على الدعوة. أستاذة، غنبداو المحور الأول من البرنامج ديالنا على تعطينا بعض المواقف ديالك السياسية من بعض الأحداث السياسية الراهنة. الحدث الإعلامي البارز في الأسبوع المنصرم هي اعتقال وإطلاق سراح التلميذين اللي تبادلوا القبل عبر نشر صور على الفيسبوك. شنو هو الموقف ديالكم من هذا الحديث هذا؟ أنا كنقول بأنه الدولة اللي كتطمح لبناء الديمقراطية القاعدة فيها كتكون هي الحرية، والحرية بما فيها الحريات الفردية والجماعية. فكنظن هذا المشكل هذا من القضايا اللي كيتم خلقها من اجل الهاء الشعب المغربي باش يتسنى شي شويه الحكومه خرجت ما خرجت الى ما غير ذلك، في حين انه ظلمنا هذا الشباب لان هذا الشيء طبيعي اللي وقع قبله، هي مساله طبيعيه الا لا بغينا نزيدوا في الكبت الجنسي اللي كتعاني منه هذه البلاد، واللي كتجعلنا ما كاين لا اخلال ولا ما كاينش الاخلال. حنا في مجتمع ذكوري، مجتمع كيامن بانه المكان ديال المراه في البيت ويسجن هذه المرأة، ولكن في نفس الآن كيقول بأنه نزوجوا بأربعة العيالات وخمسة ونظلموهم ونتكرفسوا عليهم. إذا حنا مازالين في واحد السكيزوفرينيا اللي كتعبر بأننا مجتمع غير حداثي، مجتمع غير متحضر، مجتمع بدائي بمعنى الكلمة، وحتى قامت منابر عالمية عاد سحبوا. هادشي كيبين الضعف ديال هذه البلاد. حنا ماشي بحاجة لهادشي بأننا نعتقلوا أطفالنا وشبابنا، نحن بحاجة إلى رعايتهم، إلى التربية على الجنس، التربية على العلاقات باش نحمي شبابنا، ولكن ما خصناش نتكرفسوا عليهم. تكون إجابة سريعة باش ننتقلوا لأن الأسئلة كثيرة. زيارة وفد الشبيبة الاتحادية لمخيمات تندوف، كيفاش قريتوا أنتم هذه الزيارة هذه؟ وهو في الحقيقة القضية ديال القضية الوطنية للوحدة الترابية هي قضية أساسية، لأن ما يمكنش نتكلموا على بناء الديمقراطية في بلادنا إلا ما دافعناش كاملين على الحدود الديمقراطية ديال هذه البلاد هذه. ولكن الملف ديال القضية الوطنية عرف اختلالات كبرى منذ زمان، لأن أولا كان تم التهميش ديال القوى الفاعلة في المساهمة في الحل. وهنا كنقول الا كانت غادي تكون الموازاه مع الدبلوماسيه الرسميه، دبلوماسيه موازيه اللي يمكن لها تفعل في اطار فتح حوار اللي هو يكون حوار اللي مسؤول، وانها تقرب وجهات النظر باتجاه حل سلمي دائم في المنطقه. خصوصا حنا كنعرفوا كاين جماعات مسلحه في مالي، الجزائر كتجر الخيوط، كتسلف الفلوس ديال النقد صندوق النقد الدولي، والمغرب تا هو اخفق في تدبير هذا الملف. واليوم مع المقترح ديال الحكم الذاتي لا بد ان تفتح جبهات للحوار الداخلي وكذلك مع الاحزاب في الخارج، مع المؤسسات ديال المجتمع المدني اللي سبقنا لها هذاك البوليزاريو كيتكلم وربح واحد الدعم. وعلاش؟ لان كان هناك في هذا الباب هذا انتم قبلتوا الدعوه ديال الديوان الملكي لمناقشه القضيه الوطنيه. بغينا نعرفوا شنو هما الاجراءات اللي اتخذتوا بعد الدعوه، وشنو هي المبادرات اللي يمكن لكم تقوموا بها لخدمه القضيه الوطنيه. اولا نحن دائما كنا كنخدموا القضيه الوطنيه بالامكانيات ديالنا المتاحه. اولا لان المؤسس ديال الحزب ديالنا السي بن سعيد ايتي الدر كان كيترأس جيش التحرير في الجنوب، وكان مستعد بانه يتم تحرير المناطق الجنوبيه ديال المغرب مباشره بعد تحرير المناطق الشماليه في 56. ولكن كتعرفوا كيفاش تم التفكيك ديال جيش التحرير انذاك، والرفيق بن سعيد ايتي الدر كان بالطبع حكمه و التدابير اولا حنا عندنا بعد دعوه الديوان الملكي شنو هما قدمتوا، شنو هما الاجراءات اللي يمكن لكم تاخذوا، شنو هما المبادرات؟ لا غير نقول لك بعدا، حيت ما كناش كنتسناو يعيط لنا الديوان الملكي باش نبداو العمل. حنا عندنا وثائق جد متقدمه ورائده في هذا المجال، لانه نحن على علم لا بالتاريخ ديال المنطقه ولا بامكانيه الحل ديال المنطقه. وحنا كان عندنا مناضلين في العيون، في الداخله، في بوجدور، في السماره، كان كيتم الترحيل ديالهم تاع السفن لمناطق اخرى كيحيدوهم لنا من تما، في حين هما كانوا فاتحين حوار، فاتحين قنوات ديال الحوار من اجل ايجاد هذا الحل السلمي ويدعمون هذا الحكم الذاتي، ولكن بشروط
اللي كتجعل بان السلم يكون دائم. حنا كنا كنقوموا بالدبلوماسيه الموازيه حاليا مثلا كنا حاضرين في بلجيكا وجعلنا بانه احزاب من بلجيكا اللي كانت استقبلات وفود من البوليزاريو انها تغير الموقف ديالها تجاه الصحراء بعدما تم الطرح الصحيح للقضيه، وقلنا بانه نحن نرى بان الحل ديال الوحده الترابيه، استكمال الوحده الترابيه ديالنا يكمن اولا في البناء الديمقراطي، في بناء جهويه قويه باش تعطى النخب المحليه امكانيه تدبير الشان المحلي، وفي احترام حقوق الانسان، في احترام الحريات، في اشراك الفاعلين الاساسيين. مشيت لباليرم، مشينا للبلدان الدول العربيه، ما خلينا فين مشينا وفين ما كنمشيو لان عندنا مصداقيه، الناس كتستمع لينا. وحتى الاحزاب اليساريه، انا حضرت المؤتمر ديال احزاب اليسار ديال حوض البحر الابيض المتوسط، لقيتهم تقريبا كلهم مع الاطروحه ديال الانفصال، لانه كينطلقوا من مبدا تقرير المصير كمبدا انساني. قلت لهم هذا المبدا حنا كنعترفوا به، ولكن ماشي حيت مازال ما بدينا الديمقراطيه في بلادنا، مازال ما اسسناها، غتقطعوا لنا الرجلين ديالنا اللي هي الاقاليم الجنوبيه. وحنا ها كيفاش كنشوفوا الحل، ولقينا دعم من قبل دول. انتم استاذه مع حل المقترح الحكم الذاتي، هو الحكم الذاتي، ولكن خصنا نبداو بالبناء. المدخل الاساسي هو البناء ديال الديمقراطيه الحقيقيه في بلادنا، واننا نقضيو على الفساد والمفسدين اللي مازالين كيدبروا جهات وكيقمعوا المواطنين وكيستبلدوا المواطنين وكيجعلوا بان كيهيجوا النزعه الانفصاليه. استاذ، الانشطه ديالكم في المناطق الجنوبيه ما كاينش واحد الحضور في الانشطه، وما كاينش في الفروع ديالكم، اي ما كاينش واحد الحضور، اي كاين خطاب يدعم الوحده الترابيه ولكن على ارض الواقع. فينا هو حضوركم في المناطق الجنوبيه، في العيون، في الداخله، في الانشطه؟ شكرا على هذا السؤال. انا كنت هبطت للداخله في بعد انتخابات 2007، كانوا كيزوروا المنتخبين ديال الحزب الاشتراكي الموحد، يعني انهم سقطوهم ومشينا ودرنا لهم الدعم، وعندنا مناضلين تما، وعندنا متعاطفين وناس كثار اللي كيحترمونا. الانشطه استاذ، نهضروا على الانشطه اللي كتقوموا بها مثلا من اجل دعم الملف الوحده الترابيه ودعم المطالب ديال المغرب المشروعه. الانشطه اللي كنقوموا بها كنقوموا بندوات ماشي غير في الصحراء، في عبر المغرب كله، لانه هذه قضيه ماشي كتهم غير الاقاليم الجنوبيه، هذه قضيه كتهم المغاربه كلهم، قضيه شعب. خصنا حتى هذا الشعب يكون واعي بالتحديات المطروحه، يكون واعي بالاكراهات المطروحه باش يفهم كيفاش يمكن لنا نتقدموا نحو الحل. وحنا موجودين، ولكن كيف كتعرفوا راه كنسمعوا احزاب كتقبط الدعم ديال الدوله بمليارات، حنا ما عندناش الدعم، لان كاين واحد القانون ديال الاحزاب الذي اراد ان يقصينا من الخريطه الجغرافيه المغربيه، ولكننا متواجدون، عندنا فروع في العيون. ثاني غنناقشوا الشأن الحزبي ونناقشوا المواضيع، موجودين ولكن كندافعوا سواء في الداخل او في الخارج. القضيه اللي ثارت الراي العام هي قضيه ديال الموقف ديالكم من اعتقال علي انوزله، الصحفي علي انوزله. القضيه باقا في القضاء وانتم خرجتوا بتصاريح، ما كتعتبروش هذا تاثير على القضاء؟ وانتم كتهضروا على فصل السلطات واستقلاليه القضاء، وانتم القضيه باقا في القضاء وكتخرجوا بمواقف. السؤال خاصك تطرحه على الناطق الرسمي باسم الحكومه، هو اللي يتكلم بهذا الشكل اللي قلتي. احنا بالعكس قلنا بانه ما يمكنش انه السيد يعتقل، وانه كيطالبوا بانه يحاكم تحت قانون الارهاب ماشي قانون الصحافه. بالعكس حنا ما بغيناش ندخلوا في مجريات القضاء ابدا، وكنتمناو اننا غنوصلوا واحد النهار لقضاء مستقل ونزيه، لانه هو الحجر الزاويه لكل تقدم ديمقراطي في البلاد. ولكن الصحفي علي النزله حنا كنعتبروا بانه الاعتقال ديالو اليوم اعتقال تعسف. الصحفي استاذه، الصحفي هو مواطن، عنده نفس الصحفي مواطن، ولكن حنايا في هذه البلاد يحاربون الحق في المعلومه. خصهم المغاربه يبقاو في دار غفلون ما نعرفوش حنا شنو جاري. ولهذا هذا الصحفي هذا اللي نشر غير الرابط، في حين ان الناس اللي لا ماشي الرابط الذي يحرض على الارهاب. لا شريط نشرته جهات اخرى لم تتوجه اليها الدوله باللوم، بل اتجهوا نحو هذا الصحفي الذي يدافع المحتوى. انا ما شفت هذا الشريط، هو يحرض على الارهاب، وانتم حزب تقدمي وكنتوا حزب. ماشي حنا اللي غادي تقررنا كيفاش خاصنا نحاربوا الارهاب، نحن ضد الارهاب، ولكن يجب الغاء قانون الارهاب الذي باسمه تضرب كل الحريات. نحن مع العيش السليم ومع الاعتراف بالاختلاف ومع السلم المجتمعي، ولكن السلم المجتمعي خص تعطي الناس ما تاكل، خص توفر الناس الشغل، خصك تبني الديمقراطيه. اما لا كان الفساد مؤسس وكانت الدوله ماشي ديمقراطيه والافق مسدود بالنسبه للشباب، هذا الشيء اللي كيهدد السلم. خطاب الملك الاخير حول التعليم وازمه التعليم اللي مطروحه بحده في المجتمع، انتم كحزب
شنو هما اهم الحلول اللي كتقترحوا باش اننا نخرجوا من هذه الازمه هذه، ويكون التعليم في مستوى تطلعات الشعب المغربي ومستوى افاق المجموعه ديال الشباب المغاربه؟ اولا النقابه الوطنيه للتعليم العالي كانت دارت واحد الندوه حول التعليم. حنا الحزب الوحيد اللي تقدمنا بواحد الورقه ممتازه كتكلم على الاصلاح الشامل والشمولي من قبل الابتدائي حتى التعليم العالي والبحث العلمي. الا بغيت نلخص لك هذا الشيء، نحن مع مدرسه وجامعه عموميه منتجه كتكون لنا شكون؟ ماشي بنادم مثالي، كتكون لنا مواطن يتحلى بالحس النقدي والمواطنه، كيبغي بلادو ولكن عنده فكر نقدي، ما يمكن لك لا تركب ليه دراقات ولا تجروا لشي مطبه. مواطن كامل المواطنه هو اللي غادي يجعل هذا الشعب يتاهل غدا لبناء التنميه، وهذا الشيء اللي عبر عليه ميشيل سيغ من احد الاكبر مفكرين في هذا الوقت، كيقول بان في الدول المتخلفه المشكل ماشي مشكل اقتصادي اكثر ما هو مشكل فشل المنظومه التربويه. حنا اليوم في الصفوف الاخيره، وحنا اليوم ماشي عاد اليوم انتبهنا، هذه مش شحال هذه وحنا جارين ناقوس الخطر وكنقول لهم دافعوا على المدرسه العموميه، ولكن الدوله كتدفع نحو الخصصه، الدوله كتعول على الاسر. حتى في هذا الدستور كيقولوا بان التعليم من مسؤوليه الاسره عاد الدوله لا مبالغ ماليه كبيره ورصدات مبالغ ماليه بزاف ديال وكتعتبر بان هذا الشيء استنزاف الاموال، في حين ان التعليم استثمار استراتيجي، كتكون بنادم كينجح وكينجح بلاده، اما لا سقطتيه كيسقط لك البلاد. العوامل المتدخله في ازمه التعليم ما هو اجتماعي، ما هو اقتصادي، ما هو التعليم مساله سياسيه اولا واخيرا، لان الاختيار بغيتي تبني مدرسه معتبره اللي كتحقق تكافؤ الفرص ويدخل لها ولد الفقير ولد العائله المتوسطه، راه كيمكن لك. بغيتي تهرس المدرسه ودير الفقراء تحكم عليهم بالاعدام في مدرسه عموميه كتمنعها من الوسائل وتخلي هذوك اللي عندهم شويه الفلوس يديو ولادهم للمدرسه بالفلوس، راه كدير هذا اختيار سياسي ماشي الظروف، لان المدرسه خصها تقاد الفوارق الاجتماعيه ما تبقاش والطبقيه، واننا تجعل لنا ولد الطبيب وولد الكونسيرج كينجحوا وكينجحوا بلادهم. هذا الشيء ما عندناش، هذه اختيارات عانينا منها منذ عقود. مفهوم. نمشيو لواحد الحدث دولي بارز اللي الموقف ديالكم كان موقف مبهم وغامض، هو موقف من احداث مصر. انتم في جميع التدخلات ديالكم كتبانوا انكم مع الانقلاب. علاش انتم حزب ديمقراطي حداثي يتبنى الديمقراطيه، والديمقراطيه اعطت صناديق الاقتراع الرئيس الشرعي، وانتم ما نددتوا بالانقلاب، بالعكس انتم من خلال القراءه لبعض التصريحات ديال القاده ديالكم والتصريحات ديالكم انكم مع الانقلاب. اولا هذا القراءه ديالك انت البيانات ديالنا، حنا البيانات ديالنا كانت واضحه كل وضوح. هو كاين اليوم صعوبه باش تقرا الاحداث وهي كتجري قدام عينيك وكتغير كل يوم. اولا كانت الثوره نفسها، واش نتوما لا في جمل قليله الانقلاب ولا مع الشرعيه؟ هذا سؤال بليد، اسمح لي ماشي انت اللي، لانه ما كيمكنناش نطرحوا هذا الشيء واش كحل ولا ابيض. يجب التحليل السياسي باش تفهم الامور. الشعوب انتفضت اش بغات؟ الكرامه والحريه والعداله الاجتماعيه، بغات تبني الديمقراطيه. بدات الخطوه الاولى صناديق الاقتراع، عطات اللي عطات. هذوك الناس اللي طلعوا اش خصهم يديروا؟ الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه. بداو كيصنعوا استبداد جديد، عاود انتفض الشعب من جديد في 30 يونيو. ولكن من انتفض الشعب انتم كتعرفوا واش كاينه شي دوله اليوم في الدول العربيه والمغاربيه مستقله بقرارها؟ دخلات الامبرياليه الامريكيه، وانا نقول لك دخلات الرجعيه العربيه، دخل الجيش، لان كل شيء باغي يتحكم في مسار الامور واجهاض الثوره. حنا اللي كنقولوا اليوم وقلناها بالوضوح اننا مع دوله مدنيه لا عسكريه ولا دينيه. نحن مع حق الشعب المصري في الانعتاق، ما بغيناش حكومه لا دينيه ولا مدنيه كتخدم مصالح الصهيونيه. الديمقراطيه فين هي؟ الديمقراطيه لا تختزل في صناديق الاقتراع، ولكن صناديق الاقتراع هي الاساس، ما يمكنش انك. وفين هي المراقبه الشعبيه؟ يعني الديمقراطيه صناديق الاقتراع والشعب كان. انا قلت لك اعطيتك الثقه ديالي باش دير الديمقراطيه، شفتك غادي بيا استبداد كنحبسك في الطريق ما تسناكش تكمل لي 5 سنين. وثانيا الرئيس المصري مرسي قال لهم حنا جينا ل 500 سنه، يعني جاو وهما كانوا كيقولوا الديمقراطيات في العالم، كيقولوا الديمقراطيه. جورج بوش في فرنسا في عهد ساركوزي ان كانوا استطلاعات الراي كيعطيو 37%، وهادشي ما خرجش يلعب لان محترمو تيكون تيسالي الولايه ديالو، وعاود تفرز لنا مثلا صندوق اقتراع الخريطه اللي بغاها الشعب. علاش؟ هو الديمقراطيه
خصها تاسس لنا دوله الحق والقانون. اليوم كاينه انتهاكات جسيمه من قبل الجيش اللي كيقتل في عباد الله. بالامس كانت انتهاكات جسيمه من قبل الاسلاميين كيقتلوا في الاخرين، ولهذا نحن مع حق الشعب المصري في الانعتاق وبناء دوله ديمقراطيه مدنيه اللي يمكن فيها العيش الكريم ويكون استقلال القرار وما يخدموهمش كحامين للصهيونيه. وهنا شفنا بانه الاسلاميين سكتوا ولاو حامين ديال الاستعمار ديال الصهيوني. الجيش كذلك يراعي مصالحه وما ينتفع به. وهنا كنقولوا بان الشعب مازال ما قال كلمته، واليوم كاين مخاض وحنا ما يمكن ليناش. انا اللي بغيت اليوم انه بعض المغاربه ومن القسم على مساله مصر بغيتهم يشتغلوا ببلادهم ويبنيوا بلادهم، فعاود ما نبكيو على مرسي، نبكيو على ما جاري عندنا حنايا ونقفدوا كنا ونوضوا نبنيو الديمقراطيه باش نكونوا مثل ونعطيو الثقه للشعوب المجاوره باش هي دير بحالنا، ماشي نبقاو حنا ديما نصدق. وانتم تعلمون وننهي بهذه بانه المشاريع ديال الاسلام السياسي ما كتخدمش الاوطان ديالها، كتعدى الحدود ديالها، باغي يدير لنا خلافه كلها، وهذا الشيء متجاوز ولا يتجاوب مع متطلبات العصر وهذه الشعوب التي تطمح الى الديمقراطيه والحداثه والتحرر. المحور الاول من البرنامج انتهى. مشاهدينا الكرام، انتقلوا الى فاصل ونرجعوا في المحور الثاني من برنامجكم حديث الساعه.